يا الله، من زمان عن الهيلوكس تشوفون كيف الآن جاء وقت التجديد، جاء وقت التظبيط، جاء وقت الشغل. هذا الصندوق هذا نوريكم اياه من داخل. تعرفون ايش معناته؟ صار هذا مخزن. فبإذن الله اليوم راح ناخذ فرة ننظفه ونظبطه كامل، جهزوا من إلى. يا الله، فرش، حطب، سجادة، ثوب، مدري ايش جاب أمه هنا، فروة هذا أكيد. يلا بسم الله. يا الله والغبار، يا الله. فرة ملك، تأكد من القير. بسم الله. هل تشتغل بعد الفترة هذه بالنقرة ولا؟ بسم الله. الله، ما تشتغل مرة نهائيا. شكله مفصول البطارية. خلنا نشيك على البطارية. زي ما تشوفون مفصول البطارية. نقول بسم الله وعلى بركة الله نشبكها. طبعا تجهزوا للمقاطع والشغل اللي بيجي في الأيام الجاية إن شاء الله، لأننا رجعت الشتاء يبغى لها طلعات، مو جلسة في البيت لعب. نقول بسم الله وعلى بركة الله نشبك فراملك القير مرة ثانية. بسم الله. ما في بنزين. ما شاء الله تبارك الله، من أول نقرة على طول. ما تبين مع الشمس ولا لا؟ يا الله والغبار والدنيا. سجلين أم شغال باقي. نايس. شباب يعني الله. فباخذكم في الرحلة هذه معنا اليوم تغييرا عن الألعاب والأمور هذه. وأنتم عارفين الشتاء راح تكون في طلعات كثير كثير كثير. خليكم جاهزين لها وإن شاء الله نستمتع في هذا الشتاء الجميل، لأنه من زمان احنا ننتظره. يلا نروح بسم الله على البنزين. وصلنا المحطة والحين نشيك هل في بنزين. وهو عندهم تغيير زيت مرة واحدة وغسيل سيارة، يعني كله 3 في 1. بسم الله وعلى بركة الله. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. عبي فل. سوي كذا. ايوه يلا فل 91. ما ادري كم بيطلع منه، ممكن تقريبا 130 140 ريال. يا ويل يا عيال، خلاص سووا 180. اول مره اعبي 180 انا. خلاص كيف، خلي 180. ركب 180. اول مره في حياتي اعبي لوكس 180 ريال. ما ادري هل هو توسع الصندوق مع قصدي التانكي ولا لا. اهم شيء نصور محتوى زي الناس، وبرضه نطلع نتمشى في هذه النفود. طيرني زيت، صور شل تمام. مع السيفون، وننظف لي الفلاتر حقها كاملة تقريبا 6 أو 7 شهور ما مشت. زيت كامل، أمور كلها مغيرة إن شاء الله. فيها مصايب هنا. ما ودك تشوف الداخلية، لكن الماكينة شغالة على كيفك الحمد لله. هذا أهم شيء. هذا الحين تصور. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. كنتم طيبين. طبعا هذا لا حبيبي الله يسعدك. قاعدين نجهز للشتاء، أنت عارف كيف. الكسات لازم يبيله شيء. لازم تدحرج السيارة تظبطها. لازم تقول حديث محمد. فصلت المغسلة، وطبعا بغسلها بستم زي ما تشوفون. قاعد اركب الحدايد ونرفعها بعد شوي نوريكم كيف. والله ما ادري، حط السيارة تفحيط الارض انها مليانة موية كلها هناك. قاعد يوزنها عشان الكفرات. ما ادري ليش انا بديت اصور الان، ولكن احس انه بيجي عيد، لكن ان شاء الله ما بيجي. نروح ايوه هذا اللي خايف منه. والله اني من يوم قاعد اشوف يصف الحدايد قلت انه في عيد. ليه؟ قضية المحل كلها مويه وبنزين. ايوه حلو. رب اني عيد. خلاص يلا اطفيك، انا شايفها من نزله. هذه الوسخ اللي طلعت منها تقريبا. طيب الان راوند 2. بسم الله. طبعا بعضكم بيسأل ليش اصلا قاعد تغسلها بستم اني راح ان شاء الله راح اوديها افحصها واجدد امورها. فالفحص لما يشوف الزيوت تحت متجمعه ويشوفها متكتله يعرف انه في تهريب، مع ان التهريبات كلها انا مزبطها ومجهزها، ما عاد في اي تهريب. لازم نجهز الامور هذه علشان ما تروح تدفع وتخلص يقول لك يلا ارجع روح افحص مره ثانيه وروح زبط التهريبات اللي عندك. بسم الله.
يا سلام. ما في الا خرط، ما ينفع. لقد شباب. طبعا الان قلبنا السياره مره ثانيه، حلو، وغسلها كذا غسله سريعه من برا. فوقت الان اني اقعد اضبط الصندوق كامل، بفرغ بكل اللي فيه، ما ببقي فيه ولا شيء، بشوف الشيء الكويس اللي اقدر استفيد منه في السنه هذه بحطه، واللي ما اقدر بشيل بكسع برا. زي ما انتم شايفين، اللهم لك الحمد، بعد ما غسلناها وزبطناها كامله من برا ومن داخل برضو. هذا الصندوق راح يكون مغطى ان شاء الله، باقي بكمل الاغراض اللي فيه. بدأ الشغل، تركيب تغيير الان اللعابات. هذه لعابات الوكاله مقاسها 12 راح تتغير ان شاء الله. طبعا زي ما تشوفون هذه هي الكعكات، مقاس 3 سم ممتاز من المخرطه، وهذه اللعابات مقاسها 24، وباذن الله تطلع رفعه حلوه ممتازه ان شاء الله. تركبت، هذه جهة ثانية هنا. هذه تركيب هنا الكعكة الأولى، الكعكة الثانية، تركيب اللعابات حقت الوكالة بعد الشتاء بإذن الواحد الأحد. تركيب الكعكات انتهى، وبرضو اللعابات. فنطلع إن شاء الله برا ونوريكم كيف بيكون الوزنية حقتها كاملة. طبعا انتهينا من شغل اليوم، اللهم لك الحمد. وريكم كيف رفعت السيارة من الجنب ممتازة. تكلم عن النفوذ يوم تدخل السيارة ما راح تضرب من قدام، وقررت يعني امورك سهالات بإذن الله. فهذه نهاية يومنا، وتلاحظون اقرب لكم كيف الرفعة حقتها ممتازة وموزونة جدا. وهذه هي الجهة الثانية من هنا عشان تشوفونها بشكل أوضح. قبل لا نبدا المقطع تاكد انك مسوي لايك عزيزي المتابع والاشتراك وخش واستمتع. طبعا زي ما تشوفون حاليا احنا في الفحص الدوري، طولنا، هذا هو سلامة. فبنشيك نشوف وخلونا نطلع منهم واعلمكم. اتوقع التصوير ممنوع داخل، ان شاء الله انه مو ممنوع. اذا مو ممنوع بتحصلون اللي صورت، ممنوع نشوفكم بعد ما نطلع. فكلام ودي اقوله، اقسم بالله شكرا على دعمكم الاسطوري والخرافي اللي صار في المقطع الاول. يعلم الله انه شيء يثلج الصدر ويخليني مبسوط، وباذن الله انها ما تنقطع السلسله هذه، لانها مره عجبتني، وانا متاكد بعد تفاعلكم وكومنتاتكم اللي شفتها في المقطع الاخير انها مره عجبتكم وبس والله. طيب زي ما تلاحظون قدامكم الان الفحص الدوري ب 115 ريال. فاول ما رحت عنده واعطاني الفاتوره قال لي ما ودك تدور من هنا، ايش السبب؟ قال السياره فيها كربون فممكن يرجعونك عليها، فيها اسقاط. كان الوجهيه برضو صح اللوحه، فقلت يا رجال خلينا ندخل ونشوف الخرابات كلها مره واحده ونصلح مره واحده. الله يستر نشوف ايش بيصير. في تهريبات زيوت اكتشفت واحد، بس الله ييسرها ان شاء الله. شكل السياره يا عيال والله انه جميل ما شاء الله تبارك الله، ولكن ركزوا على الشكل هذا انه باذن الله راح يتغير مع الايام ان شاء الله. اخيرا تحركت يا عيال. الحين فحص الامور اللي تحت والكفرات والميزان الدنيا كامله. طبعا قاعد اصور لكم من الجوال، يمكن تسمعون صوت الجوال غير. طبعا عدت من اول نقطتين، الاولى اكيد فشلت مليون بالمية، والثانيه بعد الكربون
ما ادري اذا بيبين بس ما يبين من هنا، ولكن هذه الثالثه من الاخير اللي هو المساعدات والمقصات والامور السفليه. فجاني كلام كثير عن الصدمات، اتوقع انها سبب برضه. ننتظر نشوف النتيجه النهائيه، بوريكم التقرير كامل. طبعا ايش رايكم؟ مرفوضة يا معلم. والله شكلها مرفوضه. بتجي رسالة انقلع. لا يا رب، لا يا رب، لا لا ان شاء الله. الحين ننتظر الدليفري هذا السواق يجيبها لنا. ايوه بدأ يا عيال، خلاص بيطلع السيارة الان، شويش عليها ترى الجير بنغيره. جتني رسالة والله لم يتم اجتياز المركبة للفحص. القم فهد، اصلا كنت داري. زي ما شفتم جاني عدم انجاز للفحص الدوري، وما قرأت لكم الامور هذه لاني نسيت ورحت رجعت البيت ونمت. المهم احنا في يوم جديد، نبغى نبدا حبه حبه ونشوف ايش سبب عدم اجتياز السياره. بيكون ظهر لكم الفحص كامل على اليسار هنا، بس انا بقراه ونمشي حبه حبه. اول شيء اللون الاساسي للمركبه بدا بالتلاشي، هذه واضحه. اماكن كثيره من السياره للاسف انها صدت، وبرضو مليانه معجون من صدمات قديمه واشياء وزي الامور هذه. وثانيا برضو جاني في الكومنتات كنتم تقولون لي في كفرات ناقصه فيها مسامير، وصحيح ومسجلين لي الان في التقرير ان مسامير وصواميل العجلات مفقوده او قصيره او تالفه لاي من العجلات. هذه برضو راح نظبطها ونصلحها. ولا تتذكرون في اول دقيقتين في المقطع كنت اقول لكم ان الكاشير اللي اخذت منه الورقه او دفعت عنده كان يقول لي ترى بيرجعونك بسبب الدخان اللي هو الكربون، وهذا هو السبب الثالث اللي هو خروج دخان كثيف سواء لون ازرق ابيض او اسود من شكمان السياره. ورابعا اللي خلاني اسوي القرار اللي بعلمكم اياه بعد شوي، اللي هو صدمات بجسم المركبة تزيد عن 50% لكل مساحة معينة. يعني يا عيال كل الصدمات اللي حول السيارة شايفينها ويدققون عليها ولازم انها تتصلح. واخيرا جسم السيارة اللي هو البودي بشكل كامل. فانا قررت اني راح اروح للصناعية باذن الواحد الاحد وادور لي على ورشة وراح اسوي حرق للسيارة كاملة. بمعنى الناس اللي ما تعرف ايش هو الحرق، تجديد البوية وتأسيسها من الصفر كأنها وكالة، لا معجون لا صدى لا ايا كان، الامور هذه كلها راح تروح. فبسم الله توكلنا على الله، نتجه للصناعية. وصلنا الصناعية. الله الله، حادث قدام على طول. ايش هذا؟ الله يكفينا الشر يا رب. يلا الحين رحلة البحث عن ورشة زي الناس. هذه أول ورشة يا عيال وقفنا عندها، يقول لنا 3000 ريال. خلنا نشوف هذا. صبر طيب خلنا نوقف، لا أصدمك الحين أطلعك فوق التندة. سمكرة، ما هو سمكرة بعد، حرق. أبغى بوية جديد مع الصدمات تصليحها، أمورها كاملة. خذ لفة على السيارة وشوف. يبغالك كبوت، يبغالك يبغالك كبوت؟ لا أنت ما شفت كبوت زين. هذا لازم تغيره. ايوه، ايش ثاني بعد؟ قدام امامي، قدام خلفي. طيب افترضنا قلنا خلاص تم فرن، كم؟ يدخل بك 4000 ريال. 4000 ايه. يعطيك العافية. أنا مات من 3000 إلى 4000. أنا نروح نشوف واحد ثاني. أنا كنت أقول إني مرسول على شخص هنا أصلا بسمكر عنده، ولكن حبيت إني قبل لا أدخل عنده أستفسر عن أسعار. يا ولد الأول يقول لي 3000، الثاني يقول لي برضو 4000. الموضوع شكله راح ياخذ مبلغ وقدر. خلي لازلت أنا في أمل بشوف كم واحد ثاني قبل لا أروح عند صاحبنا اللي مرسولين عليه علشان نتأكد نشوف الأسعار كاملة. ممكن نحصل واحد 2000 2800 2500 ونكمل. طيب تشوفون حاليا وصلنا حلو الورشة وحصلت سعر مناسب بإذن الله، راح أسوي لها سمكرة كاملة. خلوني أوريكم، أخذ لكم فرة عليها قبل ما نبدأ الشغل وتشوفون الفرق بعد بإذن الله 10 أيام. طبعا هذه خلفية السيارة من الجهة ذي، وأشياء كثير صدمات هذه بسبتها اللي هو جانا عدم اجتياز الفحص. بعدين هذه والله أنها تقهر، تشوفون كيف واحد ابن الذين جاي مشخطها بقلم أو مسمار أو شيء زي كذا. ما ننسى أن الوجهية كاملة برضو أوريكم إياها. هذه هي الوجهية كلها بغيرها، بروح اشتري قطع غيار الحين معكم ان شاء الله. كل الزوايا راح تتغير. تشوفون هذه برضه الجهة هذه كاملة. طبعا الباب الخلفي راح يتغير كامل، وما ننسى الجهة هذه راح اقشع الصندوق كامل، كله راح ينقشع، ما بيكون موجود ابدا ان شاء الله. انتهينا من شراء الاغراض، بعلمكم اياها ان شاء الله كامله بعد ما اوصل البيت. والله ما فيني حيل الحين، لان لو بنتكلم عن اشياء كثير راح تتغير في السياره، فحبه حبه افصلها لكم اول ما اوصل البيت ان شاء الله. طبعا بتقعد 10 ايام، نتكلم عن 10 ايام تغير فيها اشياء واجد. فنروح البيت ان شاء الله واوريكم اعلمكم عن كل شيء والاسعار والامور هذه كلها باذن الله. طبعا اخوكم في الله هنا في اللحظه هذه نسى انه يشغل المايك بسبب انه تعبان، ولكن اختصارا للكلام اللي كنت اقوله للعامل، هذا مفتاح السياره ترى سلمتها في
هي ايدي امينه، و10 ايام باذن الله اجي استلمها. ولكن ما هو كذا الموضوع، كل 3 ايام راح اجي اشيك على السياره. فلا اوصيك، عاد هو اكيد مبسوط اني اعطيته المفتاح لانه جاه شغل جديد. طيب بعد ما وصلنا البيت زبطت اموري، تروشت وريحت شوي، خلونا نقول لكم الاغراض اللي شريتها للسياره. اولا خذيت صدام امامي، تكلم عن رفرف يمين ويسار، برضو الشبك الامامي حق الريديتر، وكبوت، وما انسى مسكات البيبان كامل داير ما دار بحيث انه تتغير بشكل جديد. فكلفتني الاغراض هذه تقريبا 1100 ريال، من غير الصدام الخلفي والباب حق الحوض ما قد شريتها الى الان. وما انسى برضو السمكري طبعا حصلت ب 2500 ريال. اللهم لك الحمد، سعر كويس على الشغل اللي انا شفته عنده. برضو زي ما كنت اقول لكم اني موصى على هذا الادمي، لان في 2 من الشباب اشتغلوا عنده. حاجات حبيت اذكرها علشان تكونون على بينه بكم بيصير تكلفة تصليح السيارة من بدايتها الى نهايتها. وبس كمل الفيديو. صوت التشاليح واللي قاعد ادور له اللي هو الشيئين الاخير اللي ما شريتها علشان يكمل فيها القطع، اللي هو الصدام الخلفي وبرضه باب الحوض. الصدام الخلفي طبعا ايش بسوي انا؟ ما راح اخذ الصدام حق 2006، تعرفون انتم انه يجي على كسره. ابغى الصدام اللي يجي سيده تقريبا حق 2008 الى 2011 ويركب على الهيلوكس. هو بيكون الشيء الوحيد المرهم، ما هو تبع قطع السياره. خلونا ناخذ فره سريعه ونشوف. ايوه لعلنا وصلنا تشوفون هذا اللي نبغاه من اول اخيرا. ولا 2006 بعد صدام موجود وبرضه الحوض موجود زي ما شفتوا. حصلت اللي ابغاه، ولكن بعد ما شيكت وشفت طلع الباب مصدوم او فيه صدمه خفيفه. خلوني اوريكم اياها. هذا هو الصدام، هو الوحيد اللي راح يتغير. بيكون بدال 2006 راح اخذ تقريبا 2010 او 11 اللي يجي كامل، مو على ميلان. اللي هنا ميلان تلاحظونه. وهذا هو الباب اللي اقول لكم فيه صدمه. للاسف الصدمه اللي في المنتصف هنا قدامكم. فاروح اخذ لي جديد افضل من اني استخدم هذا. ولا زلت راح اتاكد واساله اذا كان عنده اصلا نوع ثاني او يعني حق سياره ثانيه ما هو مصدوم، لاني انا احتاجه في التشاليح يكون ارخص من الوكاله او ارخص من حتى التجاري. فلا زلت باقي بفر واتاكد. طبعا الصدام وكاله خذيته ب 950 ريال. حساس ان شاء الله بنركب حساس عليه باذن الله. كيف تعرف انه وكاله؟ هذه تويوتا. ايش فيك كذا دخلت في وجهي؟ طبعا زي ما تشوفون هذا هو الباب، باب حق الصندوق، وهنا الصدام اللي خذيناه من التشاليح. سياره هناك في الاخير اوريكم اياها الان. بدينا الشغل زي ما تشوفون. حرفيا مثل ما كنت اقول لكم انه راح يكون في تغيير جذري مره السياره. لا زال هذه بدايات. ان شاء الله بعد 7 ايام او 9 ايام راح ينزل لكم المقطع الثاني تشوفون النتيجه النهائيه. عندنا هنا واحد نايم. بالله اخذ لك طاري. زي ما شفتوا في الجزء الاول اسقطنا في الفحص، ولكن بدينا في الجزء الثاني بتغيير هيكل السياره بشكل كامل. وعندنا في هذا المقطع النتيجه اللي راح تستمتع فيها عزيزي المشاهد. فقبل لا نبدا اللايك والاشتراك مهم جدا. اكتب لي كومنت ايش تبغى نسوي في المقطع الجاي وش واستمتع. زي ما تشوفون شغلها الان كله في الفرن. تظبيط البويه الاساس والقطع البسيطه، يعني البياض هذا اللي تشوفونه بيقفل اذا كانت فيه يعني اشياء بالمعجون بسيطة مرة ما تبين حتى. خلنا نوريكم الجهة الثانية الخلفية. هذه هنا خلفيتها كاملة. المكان مرة ضيق ماني قادر اصور زي الناس واخذ راحتي، ولكن لقد طلعنا وبعدين طلعها من هنا اوريكم. طبعا اول ما دخلت السيارة الورشة طلبت اللوحات، وخلوني اوريكم اللوحات القديمة، وباذن الله راح ادخل على سمسة بحيث ناخذ اللوحات الجديدة ان شاء الله. طبعا تشوفون هذه اللوحات القديمة لازم اني اسلمها لهم علشان اخذ اللوحات الجديدة. بنروح لهم الان. اتوقع واضح من المكان وعارفين انا وين حاليا في البر. جيت هنا ابى اشوف الاوضاع وبوريكم السياره بعد ما خلصنا من البويه. ما عليكم من شعري طبعا. نقول بسم الله خليكم تشوفون. قول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بعد الرشه وبعد الدنيا باقي لي الخط ان شاء الله راح احاول اركبه في المقطع هذا باذن الله. طبعا في خطين نتكلم، خط 2006 الخليجي وبرضه في خط 2006 السعودي. طبعا الخط اللي بركبه هو 2006 الخليجي باذن الله ما هو السعودي. اولا شكله اجمل والسياره خليجيه مو هو سعوديه. حلو. هذه المشاركات حب الشباب انهم يشاركون. هذا الشغل الصح. يا العب يا روح اليوكن. هذا يوكن. ايوه يوكن العاب. فجيت هنا صراحه عشان اصور الموتر حلو واشوف الدنيا هنا واشوف الاجواء، علشان الايام الجايه راح يكون فيها طلعات كثيره باذن الواحد الاحد. فخلونا ننتقل القسم الثاني من المقطع واللي هو تثبيت الشطرطون والامور الباقيه استيكرات. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ طيب ها شطرطون كله موجود ان شاء الله. بسم الله. هذا شطرطون. ايوه هذا خط كامل 2006 خليجي حلو. هذا تويوتا
عيال متخيلين انه خلال 12 ساعة وصلتني الأغراض، ما شاء الله تبارك الله، هذا اللي أقدر أقوله. أيوه هذا دعسنة تشيك الحين، طبعا هذه بشيك عليها قبل لا ياخذها عشان إذا ما تزبط يقدر يرجعها ويعطيني واحدة غيرها. هذا أيوه هذه تبع الجير والأكواب، لأن اللي عندي خربانة بوريكم إياها إن شاء الله. خلاص بس أيوه فحمات، شوف أيوه هذا هذا ورا وقدام. أوكي كويس خلاص. هذه الفحمات برضو بنركبها إن شاء الله. anything else؟ تعالوا خلينا نشوف البريك سوا. طيب هذه هي بنجرب نركبها نشوف. لا ممتازة. هذه حقة الكلتش الفرامل، وهنا الكلتش 100. خلاص كويس مدير. thank you so much. anything else؟ see you. طبعا تشوفون الأغراض هذه بإذن الله راح تركب، بنمر الغرابي نركبها، ولكن مو اليوم، خلاص احنا آخر الليل، خل نروح ننام وبكره نشوفكم. طيب زي ما شفتم قبل شوي وصلتني الاغراض، ابى اتكلم لكم عن المتجر هذا واللي هو توب ستايل، واللي ما قصروا خلال فتره قصيره يا عيال ارسلوا لي الاغراض، وانتم عارفين اني انا مستعجل على السلسله هذه، قاعد احاول اخلص سريع مع انها تاخذ مني وقت جدا كبير، فحرفيا سرعتهم في التواصل معك ويخدمونك في جميع الاشياء اللي يقدرون عليها. ابى اوريكم انا الموقع، اوريكم المتجر حقهم، وحاجه سريعه كذا ونبذه للاشخاص اللي ما ودهم ينزلون السوق، يروحون يفرفرون يدورون الاغراض في قطع الغيار كلها متوفره وانت بتكي في البيت. خلونا نشوف الموقع. اول شيء نتكلم عن ان عندهم توصيل دولي وبرضه محلي، انت وين موجود على وجه الارض راح يجيك غرضك. ونشوف عندنا قائمه من اكثر الاشياء مبيعا حاليا، وانا لو الف الان على اليسار بحصل الاشياء اللي انا شريتها والناس تشتريها، مثل علامه تويوتا. لو نقول مثلا تبغى الفلتر، هذا هو الفلتر متواجد، برضه الشكامين والدبات المغلقه موجوده، وما ننسى البواجي والراديترات، برضه اغطيه الكفرات الطيس. وننزل حبتين تحت نحصل عده الميكانيكا بشكل عام. واخر شيء اللي انا والله عانيت في الغرابي في الرياض يا عيال، اني قعدت فيه تقريبا 3 ساعات ادور للخط حق هيلوكس 2006 خليجي، ما حصلت. فيوم خشيت على الخطوط حق السيارات على طول نزلت حبتين حصلت حق التويوتا، وكمل انزل زياده بتحصل جميع انواع السيارات اللي انت ممكن تتخيلها او ودك اصلا تركب خط لها، جميع الانواع، خليجي سعودي بحريني، سواء ديدسن هايلوكس باترول جيب ربع كل شيء. فانا ايش اللي سويته؟ ادخل على اكسسوارات تويوتا اللي هو هايلوكس الخاصه فيني فقط، والقطع الخارجيه بحصل كل شيء حرفيا. فتشوفونها قدامكم اليابانيات موجوده، سواء شمعات نسافات حق الكشافات. فهذا هو الخط اللي انا شريته قدامكم 2006 خليجي، متوفر عندهم، سعره 200 ريال. نتكلم انه يجلس على السياره من سنه الى سنتين، ولا هو مثل اللي ينباع 4 شهور 5 شهور ويروح اللون حقه واضطر اني اغير، واحيانا يوم اغير تنقشع البويه. فجوده تعتبر جدا جميله وممتازه، وانا حرفيا حاطها على سيارتي. فاللي وده يشتري او ياخذ اي غرض من عندهم شيك على الرابط اللي موجود في الوصف، وبرضه في كود خصم مظبطينكم فيه اللي هو RW8 يخصم لك 2.5% من المبلغ. وترى ما يشتغل على موضوع تمارا وتابي، يعني اذا جيت تطلب تمارا وتابي ما يتطبق الشروط حقت الكود عليها، الدفع بالبطايق او الكاش فقط اللي يضبط عليها الخصم. وعلى قولتهم شراء ممتع. يلا خلنا نروح نركب الشطرطون وعلامة تويوتا. زي ما تشوفون انتهينا من الجهة هذه. ما شاء الله تبارك الله يا عيال، ما توقعت مرة الشكل يطلع كذا خرافي، والله اني مبسوط عليه بشكل ما تتخيلونه. باقي الجنود راح تتغير ان شاء الله، هي والكفرات كاملة. حاليا اتوقع واضح لكم اننا ماسكين خط، باذن الله متجهين الى القصيم. نتكلم انه بنروح لبريده، رايح اخذ الكفرات اللي هو مقطع وجنوط المول 6 من واحد متعاملين معه اكثر حقين النصب والامور هذه. طبعا اكيد معنا المعزز مهند، وما ننسى منور، تعال انت كاميرامان احمد الزازي. باذن الله متجهين 4 ساعات ان شاء الله ونوصل ناخذ كفرات اللي هي اهم شيء
مع الجنوط. توكلنا على الله. طبعا وصلنا حاليا زي ما تشوفون، هذه هي الكفرات، وهنا الجنوط، جنوط مرسيدس وكفرات مقطعه. عاد انتم عارفين كيف النفود، لازم تكون الامور هذه جاهزه معك. احنا مركبينها الحين، وباذن الله راح احط لكم رقم صاحب الورشه هذه، بحيث اللي يبغى كفرات يبغى الجنوط يقدر يشيك عليها، رقم جوالهم اللي موجود في الاسفل. طبعا بدينا تركيب الان الكفرات زي ما تشوفون قدامكم مقطعه حلو، 250 مقاسها، ومرسيدس اللي هو جنوط. هذه هي الكفرات اللي خذيناها من القصيم، وشفتوا في الجزئيه اللي قبل هذه. بعد ما يخلص التركيب ان شاء الله راح نسوي لها ترصيص ويظبطها، ممكن نقيس لها اذرع ممكن لا، على حسب، لان امورها لا زالت كويسه. تشوفون يا عيال، اقسم بالله اني مبسوط مره على الخط. صح ان شكليا الحين سيئه مع الكفرات، اوريكم بعد ما نخلص. بسم الله. هذا الكفر الأول لازم من التزييت عشان ما يتشقق الحين. لازم نسمع صوت التبنيطات بعد شوي. هذه الثنتين الأخيرة الحين تركب، يسوي لها ترصيص هناك إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، شكلها جميل يا عيال. تخيلوها بعد شوي على السيارة، بعد خط خليجي 6 زي الفل. طبعا بسوي كلها نربع نفس الحركة، بعدين نركبها خلاص. هذه أول ثنتين خلصت، باقي الترصيص هنا. هذه شغل الوكالة، لازم أنقشعها قبل لا تروح. بنمشي عليها زي كذا، لكن لازال بغسلها إن شاء الله عشان يروح الخط ويبين. الأزرق هذا كثير ما يدرون إنه حامي، مجرد حامي، علشان بعد الغسيل يتغير ويصير لونه أبيض. بسم الله ما شاء الله. تركيب أول كفر، هذا الثاني وصل في الطريق. هذه جهة اليسار ركبت برضو، هذه الأخيرة خلاص. طبعا القديمة هذه حقة الصيف، إن شاء الله باخذها وارفعها للمستودع. ما ينفع إني أفرط فيها تنباع أو شيء، بحيث إن بعد ما نخلص الشتوية ننزل الشقلة حقة السيارة ونركب القديمات إن شاء الله. آخر شدة هنا وخلاص ننزل أمها. نشوف شكلها أول ما تنزل كيف. الحين مرتفعة، المساعدات مرتفعة والأمور هذه كلها مرتفعة، باقي بيشيل الأغراض ينزلها الحين نشوف. بسم الله ما شاء الله. هذه هي وقفتها، باقي نروح نغسل الجنوط ونظبطها عشان يطلع الشكل النهائي كامل. ابوه ياباني سياسي قوانين، في دولته يصدر نظام العقوبه، والمنازيه مواليد برلين، وخبر خبره من مجرمين كوبا. صحيح لا على الدين، العالم وعلمه ما يكفر ذنوبه. الله غبرنا على الدنيا الناس. معليش اسفين، خلاص كنسلنا. اكيد بعد التطعيس والتنطيل لازم انك توديها تغسلها، تجدد العهد. وغير كذا الكفرات، الخطوط اللي فيها نشيل منها اللون الازرق علشان تصير بالخط الابيض وبارز ويطلع شكلها جميل جدا. اتمنى الى هنا عجبكم المقطع، ولا اوصيكم باللايك والاشتراك، وبرضه تكتب لي في الكومنت ايش ودك نسوي في الايام الجايه. لازلنا باقي هذه السلسله مستمره، وفي اشياء في بالي باذن الله بسويها. هذه اهداء للشباب. يلا بس بسم الله. فالهيلك يا رات بلي ما حشى بدها طقوش من الوكاله توها بغبرتها، اذا مشت دوبها تنوش وطنوش، تسمع صفي زريح بمرقبتها سواقها، قلبها من الود منهوش، تملكت له يعصير قوتها. يلا صباح خير. هذا متى نسم يا عيال. كويس ان عندي طرمبه وعندي الامور. طبعا اليوم ان شاء الله بروح اوديها اسوي لها تصفيه السياره كامله، ونشوف النتيجه، هل العزم بيتغير، هل الامور بتصفى ولا لا.
بسم الله، توكلنا على الله. وجه الحين نشوف ايش سالفة الكفر، بعدين ان شاء الله الى الخرج. زي ما تشوفون وصلت الخرج، وللامانة هذا والله ما هو اعلان، ولكن انا شفت لهم فيديو في التيك توك، قلت اجي اجرب واشوف الوضع، بحكم انه عندهم عرض على تصفية الموتر ب 350 ريال، بحط لكم صورته، منها انا استفيد وبرضه اللي وده يصفي ويظبط يستفيد. فخلونا ندخل نشوف السيارة، لان واضح انه ما عندهم بس تصفية، حتى تركيب هدرز ومواصير من هذه الامور كاملة. هذه هي الهيلوكس، بدأوا يشتغلون فيها. اول شيء قاعد يبخها هواء بحيث انه يوخر غبار عنها، هذه كبدايه قبل لا يبدا يفكفك الدنيا، وان شاء الله بوريكم طريقه التصفيه خطوه خطوه. طبعا يوم جيت انا خذيت معي اللي هي الاغراض هذه، اتكلم عن الصفايه، وكاله، برضو فلتر، الفلتر ياباني ما هو بوكاله، ثانيا البواجي، وعندك اللي هو بخاخ الاسدلكو علشان يستخدمونه تنظيف الثلاجه، وبرضو اللي هو الثروتل. فقط هذه هي الاشياء اللي جبتها معي، وباقي برضو شريت زيت وبغير بعد ما نخلص الامور هذه كلها. طبعا بتقولون ليش اصلا انا ماخذ الصفايه، مغير البنزين من 91 الى 95، وبنشيك عليها بالشيء بعد ما نفكها كيف، هل هي مدموره ولا لا، وانا متاكد انها ملعون جدفها مو مدموره. بس عاد لا احكي لكم عن وساخه السياره من جوا، مره مدموره. غير ان مشكله الماكينه الى الان ما عرفتها، فيها صوت طقطقه، ولا هو عمود الكرنك، لو ان عمود الكرنك السياره ما تمشي، ولكن ممكن نحاسات. في اكثر من واحد من الشباب يقول لي نحاسات، ما ادري اشياء في الماكينه من اسفل، ولا زلت على تفكيري انه ممكن اغير الماكينه. طبعا لو تلاحظون اول شيء سواه فصل البطاريه علشان البرمجه حقتها ما تخرب، مع انهم بعيدون يزبطون فيها. ثانيا برضو عندنا حساس الهواء بيكمل من الجهه هذه علشان ينظف الثروتل مع الثلاجه، برضو الفلتر بيتغير. شوفون الفلتر القديم مدمور محيوس، حالة أم حالة. هذا هو الجديد اللي الآن بيتركب إن شاء الله، مو الآن، بعد ما يخلص التصفية ويزبطها كاملة. طبعا حاليا فك اللي هي كويلات، ولو تلاحظون جلدة الكويل هذا مضروبة رايحة فيها، حتى ذا يبغى لها تغيير الجلدة فقط. فوكس يرحم أمك. أيوه يتوقع واضح لكم. انا بشوف البوابه من جوا. اتكلم عن الثروتل، هذا ايش سبب مويه يجي برا هنا؟ هذا كذا ليش؟ جلده موجود. ايوه في ناس موجود ربلات. ايوه يعني الربل ما في. اوكي، بسبه الربل اللي على الاطراف المويه تطلع برا، يعني لو الربله موجوده وامورها تمام ما تشوفون المنطقه هذه مليانه مويه الراديتر. هذه اول مره ادري عنها، لازم نركز عليها احنا خاصه حقين الهيلوكسات، لاني اشوفها كثير عندهم. اتوقع اغلبكم عارفين الطريقه، ان فك الثروتل فيه 4 مسامير من 4 جهات. تكلم عن انه فك الان واحد، باقي 3. خلاص فكها الحين، طلعها نشوف كيف امورها. والله اللي اشوفه الى الان يا عيال انها واضح مندمره مره، بس بنشيك ونشوف. هذا نركب كذا عشان ايش؟ مويه ما في لا برا. هذا اللي يحب مويه، هذه عشان الليات لا يطلع. ركب البواجي داخل، حركه ممتازه. شوف ثروتل والله ياهو مندمر، احس مسود رايح فيها شوي. الحين ثلاجة، ها؟ ثلاجة ما في ينظف؟ نظف بس هو طلع بخاخات بعدين الثلاجة. اوكي، يعني اول شيء البخاخات بعدين الثلاجة. طبعا اكلمكم انا، لا تحسبون اني خبير مرة، قاعد اسال، واي شيء تشوفونه في المقطع هذا هو اولا تعليما لي ثم تعليما لكم، برضو الاشخاص اللي ودهم يعني يعرفون. فمثل ما كان يقول الان، طلع البخاخات اول بعدين ثلاجة. يعني اول خطوة نكون نتكلم عن انه كويلات اول، بعدين الثروتل، بعد الثروتل بخاخات، بعد بخاخات ثلاجة، واكيد النهاية انها تكون البواجي. بسم الله. هذه هي البخاخات طلعت. هذا كلين سوى جهاز صح؟ ايوه في جهاز ينظفها كامله، راح نشوف خطواتها ان شاء الله. الله، هذا جلده بخاخات. شوف ركب. شوفون هذه جلده البخاخات لازم تتغير، مأكوله. اتوقع واضح لكم كيف. كم حبه؟ كله 4. جلده ال4 كلها راح تتغير ان شاء الله يا عيال. حتى الجلد ما رحت خذيتها من برا، موجوده عندهم في زي الكشك هناك في الزاويه، تقدر تاخذ منه الجلد هذه. شوفون البخاخات يا الله. هذا الثاني. الحين دور الثلاجه نطلعها ان شاء الله كامله. بسم الله على بركه الله. يا سلام، الله يا التنديه اللي عليها. شوفون هذه هنا مشكلة. بعدين شوف من جوا في كشاف، خلنا نشوف كشاف جوا. شوفون كيف البوابة حق الثلاجة هذه كلها بتتنظف. والله مزيتة من داخل، أنا فجعتني من هنا من جوا. شوفوا كيف، والله صدمة. شوفون
يا ويلي يا ويلي، والله يكفينا. طبعا هذه هي اغراضي وانا قاعد اتمشى هنا. شفت معهم باترول، واحد جاي ينظفه ويظبط اموره، وضفيره ما ضفيره، ما شاء الله تبارك الله. مركب عليها لكسس 400 فلتر، اتوقع هذا كيين، لا سبكتر، هذا فلتر اللي هو سبكتر، مع اني افضل كيين، هو ممكن اللي اركبه ان شاء الله. بس يا جمالها والله. تخيلوا الماكينه هذه تركب هنا، يا ويلي ايش بيصير. طياره معي بس مستحيل اركبها. الحركه هذه اقسم بالله يعطيهم عليها 10 على 10. يا عيال مركبين زي الساتر كذا عشان ما يوسخ لك السياره. يا اخي شكرا ورب الكعبه من كل الزوايا، وصدق يوضح لك قد ايش انهم مره مهتمين في ادق التفاصيل علشان ما يوسخ لك البودي، بعدين تتبهذل تقعد تلمع وتزبط. اتوقع واضح لكم الشغل، يعني ما يحتاج اني امدح واتكلم. ويعلم الله انه ما هو اعلان، اني شفت المقطع في التيك توك قلت خلنا اروح اجرب. اقل شيء نطلع من المقطع هذا بفائده، ورشه محترمه وشغل نظيف، واتوقع اني وصلت للخيار المناسب الحمد لله. بدأ يطلع البواجي الآن، شوف والله مسلوخ هذا رايح فيها. والله اني شحط ابوه شحط، هذا من كثر الدعسات وتهريب الزيت. في تهريب زيت جوا، اموره تمام يعني. شوف كلها كذا، يلا ما عليه. هذا بسبب ايش يجي كذا اسود هنا؟ هذا جلد كويلات هو ايه مكسور، هو تهريب كهرب. اوكي تهريب كهرب هذه بسببها يا عيال. في تهريب كهرب هو يجي لون كذا. اوكي يعني اي شخص يجي عنده نفس الموضوع هذا فاعلم ان تهريب كهرباء عندك من جلود الكويلات، لازم تضبطها. هذا البواجي الجديد، بسم الله ركب يلا عشان نبدا ننطلق باذن الله. بس ان بعد التصفيه تكون امورها تمام، لان انتم عارفين عندي الدعسه تتاخر، غير كذا العزم ها شويه يخف شويه لا. ان شاء الله انها تفيد التصفيه ذي، مع ان للعلم عشان اكون واضح معكم احس ان في مشاكل داخل الماكينه، ممكن اغير احتمال تقريبا بنسبه 80 الى 85%. طيب وصلنا للجهاز يا عيال حق التشييك. هذا ايش يسوي جهاز؟ هذا يسوي نطبق هذا، ينظف البخاخات. حلو، ويشوف اي واحد خربان معلوم على طول. ايوه هو جهاز. حلو. طبعا يركبها الحين على الماسوره هذه اللي قدامكم، بحيث ان كانها من بخاخات الماكينه، راكبه على الماكينه، ويسوي لها تست كامل. هذه هي زي ما تشوفون عندكم معدوم، يبغى لها تنظيف وتشييك كامل الان ان شاء الله. حلو. هذا ايدلينج تيست، هذا ميديوم، هاي سبيد، اكسلريتر، شيفتنج، هذا كله تيست هو موجود. سيم كانه موجود ماكينه. ايوه هذا جهاز هو يسوي ايه تشيك كله تيست. اوكي ما شاء الله. يلا بسم الله. تشوفون داخل البخاخات قاعدة تبخ. حلو، نشوف لكم هذا أول. أتوقع واضحة لكم كيف طريقة البخ داخل، عشان يبين هل هي أداءها بنفس الأمور صحيحة وداخل الماكينة، عشان تعرف الضخ حقها هل هو ممتاز مو ممتاز، إيش المشاكل. هذا سبيد، هذا ميديوم، هذا هاي سبيد. أوه هاي سبيد. هذا إذا وصلت السرعة 140 160 زي كذا تشوفها كأنها في الماكينة تبخ. اتوقع واضح لكم الحين. هذا بنزين جوا صح؟ ايوه يبي بيلك ودخل بنزين سوا كيميكال ونطبق هذا. اوهو والله جميله يا عيال، انا اول مره اعرفها ترى. يقول لك فيها كيميكال وبرضه بنزين داخل، قاعده تسوي لها تنظيف بشكل كامل. الانجاز يعني 100 بخاخات ما في مشكله الحمد لله. اللهم لك الحمد، طلعنا بنجاح. وهذا الاختبار كله يا عيال ما ياخذ حتى 6 دقائق حرفيا. الان لي اصور 5 دقائق بس بيطلع لكم دقيقتين دقيقه وشوي. عندنا هنا راح يبدا تنظيف الماسوره حقت البخاخات وبرضو الثلاجة إن شاء الله. طبعا الشيء اللي صدمني ما شاء الله تبارك الله، عندهم تأسيس بهبهاني يا عيال من الصفر، شغالين عليه سواء ماكينة أو كل أموره. هذه إلى الآن جاهزة، ولكن شوفوا اللي هنا ما شاء الله الهيكل كامل أو الشاصي قصدي كامل، بيبدون يأسسون فيه. وريكم ماكينته هناك قدام، شوفون هذا جزء من الماكينة يبخونه كامل باللون اللي ودك حرفيا. هذه هي الماكينة ما شاء الله تبارك الله، جميلة يا عيال. واضح العزم بيكون خرافي، شغل من الصفر. هذا ما ادري وش بس واضح انه توهم صابغينه ما شاء الله. والله عندهم شغل عالمي. الحين بدينا التنظيف اللي هي الثروتل، مثل ما كنت اقول لكم قبل شوي. بعد الثروتل بينظف الماسورة ثم البلوك، واخرا عندنا الثلاجة كاملة باذن الله. صورناها قبل، بنصور لكم بعد ما نخلص. اتوقع كذا واضح لكم بعد النور اللي زبطونا فيه هنا في الجهة هذه. شوفون كيف معدوم الدنيا. شوف البودي من داخل لونه بني حلو، نطلع فوق ابيض. الله الله مبين لكم هناك برضو عند الرفرف. المهم بينظفون الحين الدنيا من فوق يمين يسار على خفيف، يعني على خفيف، ما نبغى شيء زيادة.
تشوفون ما شاء الله تبارك الله. بعد بوريكم الآن قبل تجيكم كذا فلاش باك على اللي أول. هذه الماسورة وأكيد الضخم هنا. بنوريكم من داخل بعد شوي إن شاء الله. ترون هذه كيف كانت من جوا. شوفوا الآن داخلية نظيفة تقريبا، يعني أفخم من أول كانت مرة مدمورة. لاحظون الداخل هذيك رواسب باليلا بتطلع، ولكن أفضل من أول بكثير حتى تلميعها. هنا عندكم برضه اللي هي الثروتل، هذه البخاخات. طبعا تشوفون بعد ما زبط الثلاجة ونظفوها وخلصوها، حتى المنطقة هذه ما خلوها في حالها، حرفيا نظفها ولمعها. الآن بيركبها إن شاء الله. قاعد يسألني قبل شوي متى آخر مرة نظفتها، والله من زمان، من سنة جدي. تشحيم، حركات، تظبيط، بعدين على طول دايركت راح تركب هنا إن شاء الله. طبعا البواجي قد ركبها بس ما صورتها لكم، قد خلص منها خلاص. زي ما تشوفون انا اتوقع انكم تتذكرون هذه كيف كانت تنظيفها هذا بحد ذاته. ايوه كذا تبين لكم صح، كذا تبين كويس. تنظيفها بحد ذاته شيء جميل والله العظيم. انا اقول الحمد لله على المقطع انه طلع لي صدق مقترح او اكسبلور في تيك توك. والله اني فزت بالورشه، قسم بالله شيء جميل. واضح من كلامي تحسون انه مبالغ، ولكن والله مبسوط مره على الشغل اللي الى هذه اللحظه. تشوفون هذه البلوف او البخاخات قبل كيف كانت. جلده برضه، الجلده الداخليه هنا اللي على الزاويه يمين ويسار. ايوه كلها. يلا بسم الله. تشوفون كيف الثروتل تنظفت زي الفل الان، افضل من اول. في هواء ركب هنا يطلع برا، في ركب جديد. ايوه انا بس بشوف هذا وساخه كله. اوه تشوفون، اعوذ بالله. طبعا هذه تغييره شو اسمها البنزين. طبعا انا مغير من 91 الى 95، مثل ما قلت لكم اني جايب واحده جديده. هذه هي الجديده زي ما تشوفونها، ان شاء الله راح تركب الجهه هذه. ركبنا هنا الفلتر، هذه هي الدبه كامله مع الحساس بيركبه، وهذا الثروتل قد ركبناه هنا خلاص. برضو زي ما تشوفون هذه هي الصفايه خلاص ركبناها. طبعا بعد ما اخلص كل شيء باذن الله راح اروح اغير زيت للسياره مع سيفون، لانه من زمان ما غيرت. اخر مره في المقطع الاول اللي جهزت فيه السياره للبر وكرفت امها كرف مو طبيعي، فلازم الان نجدد نغير لها الزيت الجديد، لاني اصلا شريت الزيت جاهز عندي. شكل الموتر كذا هو مركب الشيلد، شيء رهيب الامانه. تشوفون البخاخ هذا حق الحساس، خاص بالحساس بس، ما يستخدم الا عليه علشان الكهرباء والادوات الكهربائيه كلها. ايوه يا عيال في اشياء فخمه تضمن صدق ان السياره امورها بتصير طيبه. بعدين ركب هواء اخر. حلو. لازم الهواء هذا عشان يبعد الديزل اللي ينظف فيه الدبه كامله. بسم الله. बंद कर, स्विच ऑन दोबारा ऑन कर। बंद कर। ما شاء الله تبارك الله. طبعا طبيعية يا عيال، المرة الأولى ما تشتغل عادي ما في مشكلة، علشان الإعدادات والدنيا هذه بتتزبط من جديد. طبعا الآن بيسوي لها تشيك على الكمبيوتر كامل عشان نشوف إذا في إشكاليات، في حاجة شيء يمين يسار. هذه ميزة حلوة، يعني بعد ما تخلص تصفية يشيكك على أمورها كاملة عن طريق الكمبيوتر. طبعا تقريبا خلصنا، قاعد يشيك من عنده. الآن قاعدين يشيلون هذه الشيلد اللي حق البادي. أحلى شيء إنه ما يوسخ الدنيا عندي. أنتم عارفين على توني ما شاء الله ضبط البوية ومجددها ومزبطها، فشيء حلو إنك تيجي وتضمن. صار الكبوت أحلى بشكله. باقي هذه الجهة كلها بنظفها إن شاء الله بمنظف عندهم، بس مو الآن، المرة الجاية برجع لهم بإذن الله علشان موضوع الهدرز والفلتر والبرمجة المرة الجاية إن شاء الله. 100 الحمد لله. حساساتي كلها امورها طيبه، ما عندنا ولا خراب، لا حساس ولا بلوف ولا شيء الى الان الحمد لله. خلصت السياره جاهزه، امورها تمام. بعد شوي ان شاء الله نروح نغير لها زيت ونمسك خط الرياض للرجعه باذن الله. So please visit our workshop and we are just provide the amazing and beautiful works. ان شاء الله. طبعا اللي يقصده ان تمرون هنا تجربون وتشوفون، واتوقع التجربه كامله واضحه لكم اصلا هنا في المقطع. الامانه ما قصر معي العامل، حرفيا شاني من يوم دخلت الين طلعت، ويشكر على الشيء هذا. خلاص خلصنا يا عيال، والحين باذن الله رايح اغير الزيت. والله ما ادري ايش اقول لكم، ولكن انتم شفتم الشغل، والشباب اللي ودهم يجون للمركز
هذا هو قدامكم اللي هو باسل، موقعه في الخرج الصناعية. بحط لكم الموقع إن شاء الله في الوصف اللي ودوا يشيك عليهم. وما ننسى برضو اللي هو محمود ما قصر معي، بحط لكم رقمه بحيث تواصلون معه، وبإذن الله إنه ما راح يقصر مع ولا واحد منكم. بسم الله. ويلي السواد، الله النور. يمكن ما يبين لكم كذا لأن تحت عيان النور، لكن واضح مسود. عدمت أبوه وعدم أنا. شوفون يدي حتى تحسوا كذا صاير ثقيل، مع انه فيه شويه لزوجه بس خلاص يكفي. طبعا الزيت بنغير السوبر شيل نفس كالعاده مع السيفون عشان الشوائب والامور كلها تروح. ماخذ وكاله من قطع الغيار حق تويوتا. الافضل انك تغير تويوتا والاصلي، ولا تروح تخبص تاخذ ياباني ولا تجاري ولا ايا كان. وكاله عشان تضمن امورك وسلامه الماكينه. يا ما شاء الله تبارك الله. طبعا اللوكيشن اللي حاليا فيه على الخط، ولكن ان شاء الله انه يطلع الصوت ممتاز. هذه السياره او داخليه السياره قبل الشغل، حلو، بحيث اننا نشوف بعد ما يخلصون الشباب تركيب الهدرز والامور هذه. ابى اسمعكم الصوت قبل وبعدين نشوف ان شاء الله. طبعا وصلنا الورشة يا عيال، ومثل ما قلت لكم بنبدأ إن شاء الله بالتوظيف. راح يبدون يوم السبت وبنمشي خطوة خطوة مع التوظيف. إيش بركب وإيش بسوي في الماكينة بعد ما نركبها. عندنا أول شيء بنركبه بإذن الله اللي هو الهدرز. راح يكون الهدرز من شركة مونايز، ممتاز. وما ننسى الداون بايب، هذا كثير يتكلمون عنه ولا يعرفونه. يوم يجون يقولون ماسورة، بعضهم ما يعرف وش الماسورة. أما هنا نجي لآخر شيء، الشيء المهم جدا، واللي هو الدبة الإلكترونية اللي من شركة فوكس، وتكلم عن أبو عكفة. تشوفون وإيش يجي معها؟ ضفيرتها كاملة. وأحسن شيء وأكثر شيء ممتع لنا حنا اللي هو الريموت. وما يجيك ريموت واحد، اثنين، يعني تكلم الوضع هذا موجود الثاني معك. فبإذن الله مثل ما قلت لكم راح نمشي خطوة خطوة بالمقطع. يوم السبت راح أرجع وأشوف إيش سووا في الماكينة وإيش ركبوا من هذه الأغراض بإذن الله. طبعا فكوا الماكينة، طلعوها من مكانها، وراح بإذن الله نبدأ نشيك عليها ونشوف إيش مشكلة الصوت. هل هي سبايك، هل هي أيا كان، المهم هذه هي بإذن الله. راح نبدأ بعد شوي نفكها ونشيك إيش المشكلة اللي فيها، وبكلمهم إن شاء الله إنهم ينظفون المنطقة كاملة. هذه ضروري، مدام فكينا خلاص نستغل الفرصة. زي ما تشوفون الى الان فكينا الماكينه وباقي قاعدين نشيك. اللي الى الان خربان الصبابات والسبايك اللي هي هذه قدامي، وباقي بنغيرها باذن الواحد الاحد. ولا زالوا يشيكون، ممكن تطلع في خرابات زياده مثل الترس، ان شاء الله نقول ما تزيد. والله يا عيال الامور ما تبشر بخير. المهم احنا متكين حاليا في الحديقه وبيك والغبنه. طبعا الموضوع طلع يبغى لي قطع كثير 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 في السياره، وتعدت مبلغ 5000 ريال. هذه قطع بس يا عيال من غير اشياء ثانيه. والله يكتب اللي فيه الخير. نشوف الجزئيه الثانيه من المقطع وش بنسوي. واضح لكم من الجزئيه اللي قبل شوي من حديقه لحديقه، حرفيا مبسوط على الحدائق الفتره ذي. اجواء جدا جميله اللهم لك الحمد. بالنسبه للماكينه مثل ما شفتم في الجزئيه الماضيه، اني رحت اقدر واشوف كم بيطلع التوظيف. نتكلم عن مبلغ 5295 ريال توظيف فقط، قطع غيار من غير شغل اليد، تطبيقها وتنزيلها في الذا، اشياء واجد. بتتعدى مبلغ كبير. وغير كذا اصلا الماكينه موظبه من اول، فانا الى متى بقعد اوظب. فاتجهنا الى الخطه الثانيه، واللي هي افضل واريح لي اني اغير الماكينه كامله. وي نعم هذا اللي حصل. امس رحت دورت في تشاليح السلي، والحمد لله حصلت ماكينه امورها تمام، موديل 2015 باذن الواحد الاحد. كلمت الشباب في مركز باسل اللي قاعد اغير عنده، ومثل ما شفتوا التصفيه كانت عنده، رجعت للمره الثانيه وحرفيا ما قصر معي لا باسل اللي هو صاحب الحلال ولا حتى محمود. قالوا وانت في الرياض اقعد وبتجيك السياره لين عندك من الخرج الى تشاليح السلي علشان تتغير الماكينه. شلوا العده، شلوا الاغراض كلها، قال لي بيحطونها لي في الصندوق، وباذن الله بكره الصباح السياره عندك وغير ماكينتك، وبعدها ان شاء الله خير. طبعا بعد ما اغير الماكينه راح اخذها وارجع عندهم علشان نشيك على الماكينه، نشوف كيف امورها. صح ان صاحب التشاليح معطيني ضمان شهر، فخلال الفتره هذه راح اجرب السياره واشيك عليها، واكيد من حقي اسوي الشيء هذا. وباذن الله الرجال ما بيقصر، لان انا سولفت معه جلست معه وشفت اصلا كيف فهمه ووعيه حول المكاين والامور هذه. الادمي فاهم، واي قطعه تتغير في الماكينه او تتصلح حرفيا ياخذها من الوكاله. فهذا الشيء اللي ريح بالي، وقال لي فهد لا تتوجه لواحد ثاني، ننتقل ان شاء الله
أول ما توصل السيارة للورشة. هذه هي وصلت السيارة، دخلنا الصناعية إن شاء الله، رايحين متوجهين للورشة. وريكم الماكينة ونبدأ نفكفك ونركب بإذن الله. طبعا حاليا زي ما تشوفون كل الماكينة القديمة جاهزة موجودة هنا، يقدرون يطبقونها، يشيكون عليها، يشوفونها إذا يبغونها يحتاجونها. هذه الرجيع حلو. عندنا في مقدمة السيارة هنا ما قصروا، نظفوا الدنيا هنا وزبطونا بحيث أن خلاص تركب الماكينة إن شاء الله عند الشباب. فخلوني أوريكم الماكينة قبل. طيب هذه هي الماكينة تشوفونها جاهزة كاملة بإذن الواحد الأحد بعد صلاة الظهر، ويبدون الشغل فيها. بحط لكم برضو اللي هو رابط الشباب في التشاليح، إن شاء الله ما بيقصروا معكم بإذن الله. فنخليهم يخلصون أمورهم إن شاء الله ونرجع لهم بعد ما يطبقون الماكينة على السيارة. ما شاء الله تبارك الله يا الهيلوكس غمارة يابانية 2001. شيكولي على اللوحة ما شاء الله تبارك الله، رقو وحدات. وهناك بإذن الواحد الأحد اللي ما تنام عينه تكون روق يا 7 8 وحدات مع الوقت إن شاء الله. طبعا وصلنا للورشة قاعدين يركبون الماكينة، كلمنا راعي السيارة نبغى نشيك على سيارة نشوف إيش مركب فيها، خلينا نفتح الكبوت ونشوف. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله مركب فلتر إلى الآن. أوه الهدرز برضو أجل لازم نشغلها ونسمع الصوت بإذن الله. خلونا نشوف من وراء، والواضح كأنها دبة إلكترونية. السلك الأزرق هذا ما يدخل كذا عبث، والضفيرة مرتبة ما شاء الله. الله يعطيه خيرها يا رب يكفيه شرها. فبنشيك الحين نشغل ونسمعكم الصوت. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها. وبإذن الله الصوت هذا إن شاء الله بنركبه على الهيلوكس، تسمعون الطرب على الأيام الجاية. طيب أنا بنشيك على الماكينة اللي ركبوها، طبعا تسمعون صوتها شغالة حلو، ولكن لا زالت في فترة التجربة بإذن الله. راح يضبطون الماكينة ويشوفون يشيكون عليها يوم كامل إن شاء الله، بحيث أي عيب في السيارة يطلع. ولا زلنا احنا بعد ما نخلص بنشيك عليها إن شاء الله عند مركز باسل. خلنا نشوف الحين هو ايش قاعد يسوي ذا الحين. حركة تنهيد بالماكينة هذه جديدة ما شاء الله تبارك الله. الكويل في واحد من الكويلات معدوم شكلها. تشوفون الرجفة هذه رجفة إن لا زال باقي يبغى لها وزنية ويبغى لها أمور، فبنخليها عندهم إن شاء الله. والله مشتاقين يا سلتوح، مرة مشتاقين. وللشباب اللي ودهم يعني يبغى يغير ماكينة، يبغى جير، يبغى قطع غيار هيلوكس أيا كان، يعني شوفوا هذه هنا، هذه ماكينة 2TR. عندك هنا برضو 2TR، هذه الماكينة اللي توهم مغيرينها من اليابانية الغمارة، هذه القديمة، ومركب ما شاء الله تبارك الله واحدة جديدة، الله يعطيه خيرها ويكفيه شرها. وهذه برضو 2TR. عندك هنا 2TR ثنتين، أكثرها أو أغلبها مطلعينها من فورشنر وأمورها تمام. بحط لكم رقمها إن شاء الله في الوصف، اللي وده يجي وياخذ له ماكينة أو أيا كان، وإن شاء الله أنا ما بيقصر معكم عاد. والله العظيم مو إعلان، ولكن الرجال ما قصر معي. إحنا حاليا في السلسلة هذه قاعدين نكسب ناس، قاعدين نكسب إخوان أكثر من إنه موضوع بزنس وشغل، والحمد لله كثير منهم ما يقصر. فشيكوا على رابط الموقع حق الورشة في الوصف، وبرضه رقم جوالهم، ونرجع لها بعد يوم يومين. طبعا أخوكم في الله وصل باسل، زي ما تشوفون الآن هنا في جير، شريت جير لأن الجير اللي عندي مرة مضروب، وبعلمكم سالفته بعدين. المهم وصلت ونسيت الذاكرة حقت الكاميرا، فبيكون تصويرنا اليوم كله بالجوال، وجودة الجوال يعني جميلة، حتى الصوت أموره تمام. ممكن كذا شوي وبعدين أنقل لكم الصوت من المايك الخارجي، في مايك خارجي. المهم إن زي ما تشوفون بيشيكون إن شاء الله على الماكينة ويسوون لها تصفية مرة ثانية، نفس اللي في المقطع الماضي اللي سويناها. وراح نركب إن شاء الله اليوم الهدرز، ونركب الدبة، وبرضه نركب اللي هو الجير اللي شريناه. طبعا كيف شريته وإيش صار فهد إيش السالفة، هذا واضح لأنك ما تتابعني على السناب، فشيك على السناب، بحط لك الباركود هنا على اليمين، وتعالوا حياكم.
طبعا هذا هو الجير الجديد تمام، وهذا الجير القديم. ولو تلاحظون انا قد فكيته من اول، واضح لكم الان السيليكون اللي حاطينه من اول. طبعا في الجير هذا غيرت اللي هو الثاني والثالث والنحاسات حقت الجير كامل. قعدت معي تقريبا شهر وشوي ورجعت خربت نفس الوضع. فهذا هو السبب اللي خلاني اشتري جير جديد وافتك من هذه المعاناة. ولو تدرون الجير خربان معي من زمان، من ايام ما شريت السيارة اصلا. عشان كذا نغير ونرتاح عشان نقدر ننبسط في البار. طبعا بعد ما ركبنا نقول بسم الله ونجرب. اول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، ممتاز، ريوس. بسم الله نطلع نجربها في الخط نشوف كيف الوضع. الى الان قاعد اشوف الامور تمام، باقي بعد شوي بنعطيها كم دعسة. بسم الله. الثاني، يا سلام، الثاني بدون طقة مو نفس اول. ايوه ايش هذا الرجة. ثالث، يا سلام. بعد ما خلصوا الجير وركبناه الان بيفكون اللي هو الداون بايب، بحيث انه يبدون يركبونها. هذه القطعة الاولى، بعدين ننتقل ان شاء الله للهدرز. بعد الهدرز تركب اللي هي الدبة وراء. فبنمشي معكم ان شاء الله خطوة في خطوة. طيب تشوفون فرق الحجم. هذا هو القديم اللي هو من قدام 2 والمخرج 2.5، وهذا الجديد 2.5 من المدخل والمخرج 3 سنتي. هذه عاد القديمة ما يحتاجها، فبيركبونها الآن ونشوف بعدين كيف النتيجة. طبعا زي ما تشوفون حاليا خلصنا. واضح لكم هنا هذه الدبة الإلكترونية شبكوها زبطوها، اللهم لك الحمد. خلصنا. بعد شوي اطلع اوريكم الصوت وخليكم تسمعون الطرب ان شاء الله. طبعا بعد ما تخلص يعطونك فاتورة تروح تحاسب فيها عند الشباب هناك.